فيلم ذا بانشيز اوف انيشيرن، فيلم دراما كوميديا سوداء من اخراج مارتن ماكدونا اللي عمل 3 بيلبوردز اوتسايد ايبن ميزوري، ومن بطولة كولين فارل وبريندان جليسون، وده تاني تعاون بينهم بعد فيلم ان بروج. شفت الفيلم على النت، للاسف ملهوش طريقه شرعيه، فيلم من الافلام اللي بتتعرض بشكل محدود فقط في السينمات الامريكيه، اتعرض هناك من زمان ولكن دلوقتي لسه بينزل على النت بجوده حلوه، مدته ساعتين، واخد تصنيف ار ريتد غير صالح للمشاهده العائليه نظرا لوجود بعض المشاهد العنيفه او الدمويه، وبرضه في مشهد في النص ممكن نقول جنسي او مش لطيف يعني. وقصته من ابسط ما يمكن، باوري وكولوم 2 صحاب من زمان، ولكن في يوم باوري بيكتشف ان كولوم مش عاوز يتكلم معاه تاني لانه شايفه ممل وما عادش بيحبه، وبيقول له في كل مره هتيجي تكلمني فيها هقطع صابع من صوابعي وهتكون انت السبب. If you don't stop talking to me, Colin? and if you don't stop bothering me, I have a set of shears at home, and each time you bother me from this day on, I'll take those shears and I'll take one of my fingers off with them, and I'll give that finger to you until I have no fingers left. Does this make things clearer to you? Let's just call it quits. We won't call it quits. We'll call it the start. طبعا من قصة زي دي واضح جدا ان الفيلم ده بيستهدف اوسكار، فيلم من الافلام العميقة المعقدة اللي فيها رمزيات كتير غريبة وبتخليك تفكر كتير عشان تطلع منها بنظريات واستنتاجات وتحليلات، فيلم فيه رسائل ومعاني مستخبية جوه القصة والاحداث، هدفه هو انه يجسد صراع او حالة كانت موجودة اثناء الحرب الايرلندية، وبرضه الشخصيات التانية بترمز لشعوب او دول معينة في الفترة دي. عجبني جدا نقل الفيلم للمعاني او الرسائل دي على الشاشة من خلال قصة بسيطة جدا. عندنا 2 صحاب على جزيرة اسمها انيشيرن، من المفترض انها جزيرة في ايرلندا او بترمز اصلا لايرلندا. كل سكان الجزيرة دي عارفين بعضهم، ما عندهمش اي نوع من الخصوصية على الاطلاق، كل واحد عارف اخبار واسرار التاني وكل واحد عارف التاني بيعمل ايه. عندنا صراع بين 2 كل الجزيرة بتتكلم عنه، من المفترض انهم كانوا اعز اصدقاء طول الوقت، ولكن فجأة الصداقة دي بتتحول لعداوة بشكل كامل ومحدش قادر يحل المشكلة بينهم. كمان عندنا شخصية شيبون اللي بتعمل دورها كيري كوندون، وشخصية دومينيك اللي بيعمل دوره باري كوهيجن. بنشوف تأثير وجودهم على الأحداث وتأثير الأحداث على حياتهم ومستقبلهم. ممكن القصة بالنسبة لك تكون غريبة جدا، الدوافع ورا التصرفات أو الكلام اللي بينهم ملوش أي منطق، ولكن زي فيلم ماذر أو There Will Be Blood أو فيلم Power of the Dog، لو فهمت المعنى اللي عاوز يوصله القصة أو الدوافع ورا الشخصيات بالنسبة لك هتكون منطقية جدا. لو مش بتحب النوعية دي من الأفلام عادي، أنا شخصيا برضو عانيت مع الفيلم شوية، في بعض الأحيان كنت قاعد زي الأطرش في الزفة، ولكن سيرش بسيط على اليوتيوب عن شرح قصة الفيلم هيغير نظرتك عن الفيلم تماما. كل ده طبعا بنشوفه في واحدة من أفضل التجارب السينمائية على الإطلاق، أداء تمثيلي جميل جدا ومؤثر جدا، العلاقة بين كولين فارل وبريندان جليسون صادقة تماما، سينماتوجرافي من أجمل ما يمكن، بموسيقى تصويرية حلوة جدا أضافت كتير للأحداث ومن خلالها هتحس بأجواء الحرب الأهلية، وسيناريو وحوار بين الشخصيات على أعلى مستوى. فكرة إن السيناريو يبقى كوميدي شوية وبيضحك لحد ما، وفي نفس الوقت بيتكلم عن حاجة جد جدا ما فيهاش أي حاجة تضحك، ده بصراحة إبداع. فيلم أرتستيك جدا، عميق جدا، طريقة تجسيده للصراع أو الكراهية بين الأيرلنديين في فترة الحرب ونقلها على الشاشة في صورة مشاعر وشخصيات وقصة بسيطة. حقيقي الفيلم يستاهل طبعا أوسكار، واحد من أفضل أفلام السنة بالنسبة لي، وبالنسبة لي أفضل فيلم للمخرج مارتن ماكدونا. فيلم ذا بانشيز اوف انيشيرن تقييمي ليه 9 من 10. وبس كده، دي كل حاجة عندي الفيديو ده، ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر التنبيهات، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.